رد فعل حضرتك ايه ان شاء الله عشان حكم 29 اجل لغايه 29؟ اقل من الاعدام مش هتنزل. اجل الاعدام مش هتنزل. واقل من الاعدام مش هنتنازل عنه. هيبقى في وقت مش عايزين الحكم. اقل من الاعدام انا مش هطلعهم براءه. اقل من الاعدام هنستنزل عنه. ولا حتى مؤبد ينفعني. مش عايزين حكم. اهل المجني عليها وكل الناس بيطالبوا باعدام الذئبين اللي قاموا بقتل البنت. وكويس قوي اصلا ده شرع ربنا. كويس قوي ان انا ما بقعدش اجيبهم فيش وارميهم ويهربوا بنتي. يعني هما ما يستاهلوش الا كده الرمي اللي رموها لبنتي. بس هما اصلا كلبين ما يستاهلوش. ده شيماء، النهارده قرار اتاخد ان اتحجز الحكم لغايه يوم 29. لو يوم 29 ما خدوش اعدام علشان قانون 112 ان هم اطفال واحداث فمش هيتحكموا. هتنزل على القضيه هقول لهم طلعوهم لي براءه وانا اللي هاخد حقي في ايدي. ما دام الحكومه مش قادره تجيب لي حقي وما دام الحكومه ماهاش قادره تجيب حقوق الناس اللي هي المفروض مواطنين عندهم، يبقى احنا نجيب حقوقنا بايدينا. يبقى احنا اللي نجيب حقنا بايدينا. طب لو هم اللي عملوا استئناف وحصل تأييد بعد كده حصل نقض والنقض خف الحكم، مش هقبل بالاعدام. ومش هقبل كمان باعدام واعدام سريع كمان. مش اعدام يقولوا لي كمان شهرين 3 احنا هنعدمهم، لا واعدام سريع كمان. زي ما بنتي ما عادش بتتنفس على وش الدنيا، دول ما يتنفسوش، دول ما يقعدوش اصلا لغايه دلوقتي، دول يموتوا حالا. ده يعني انا مش عارفه على اي اساس مقعدينهم بقالهم شهر. هما مش موتوها يموتوا في نفس الوقت. مش شالوها بايديهم ورموها واعترفوا ان هما رامينها بايديهم. ده كويس قوي ان انا ما بطالبش ان هما يترموا نفس الرميه. يعني الاعدام ده عشان خاطر انا ماشيه تبع القانون. القانون بيقول ان اقصى عقوبه الاعدام، يبقى نعدم. شايفين في الاحداث ان اقصى عقوبه 15 سنه، يبقى هتنزل على القضيه ويطلعوهم لي انا اللي اخد حقي واخد انا فيها الاعدام، مش مشكله.